السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى شي خير. قصة جديدة كيف العادة، ونتمنى إن شاء الله تنال إعجابكم، وما تنسونيش بلايكاتكم وتعاليقكم الجميلة. قبل ما نبداو بغيتكم كلكم تصليوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونبداو قصتنا على بركة الله. السلام عليكم، معكم نسرين. تزوجت انا وراجلي هذه 5 سنين. كنبغيو بعضياتنا، واخا هو ما كيعترفش باللي كيبغيني سوى بعض المرات، ولكن ولفت هكا. هو انسان صعيب، جبل وما كيهدوش. عمرو شفتو نحانا ليا ولا شكرني قدام عائلته، ولكن اهتمامه وغيرته عليا كانت كافية، كتغطي بزاف نتاع العيوب. وبعد 5 سنين ما جابش لينا الله وليدات. طلعت انا اللي عاقره، بكيت حتى عييت وعينيا نشفو من الدموع، وراجلي كيواسي فيا. عائلته بقاو كيكثروا عليا الهضره، كيقولوا لي انتي اللي عاقره وما كتولديش. وعجوزتي ديما مبرزطه ليا راسي وكتقول لي الا كنتي كتبغي راجلك خاصك تزوجيه، راه مشتاق للوليدات. كنت كنتحرق بكلامها، ما كنتش كنتخيل راسي بلا بيه ولا يكون في فراش مع مرا واحدة أخرى، خصوصا هو ألف وحدة كتمناه. الجمال وحسن الخلق كيسطيني، ولكن هاد الشي ما بقاش بيدي. قلت ليه تزوج وغوت عليا وبقى كيخاصم عليا. قال لي نساي عليك هاد الموضوع، انا بغيتك انتي وما بغيت حتى حاجه. ولكن عائلته تجمعوا عندنا وبقاو كيهضروا معاه حتى قنعوه ب66 كشيفه. وفي ديك الليله جا نعس حدايا وعنقني، اول مره كتكون الجرأة عنده وكيقول لي كنبغيك. فرحت وطرت بالفرحه وبقيت كنبكي، وقلت له غير بغيتي تهدني على زواجك وما نحسش بالحقره في هذا الموضوع. وبقى كيضحك، بس ليا على جبهتي وقال لي صبحي على خير. هذا هو طبعه، الغموض، ما نقدرش نعرف شنو تحت راسه. بقى عقله ديك الليله ما نعست ما شفتو، بقيت الليل كامل وانا كنبكي وهو حدايا في سابع نومه. دازت ايام، لقيت ليه اختو عروسه وطلبوا مني نمشي معاهم نخطبها. وفعلا مشيت وانا في قلبي غصه وباغا نحماق، وغير بالزز مشيت باش ما نخسرش خاطر عجوزتي. مشينا عند الناس وهما ناس على قد الحال، نقيين وراقيين. دخلونا للصالون، كان زوين، ولكن فاش دخلت العروسة صدمت، ما نقدرش نوصفها لكم. زينة بزاف، بشرتها بيضة وحروفها شهبين، وزيد شفايفها غوز ومنفوخين. كانت عكسي، انا ما بياش وهي زوينة بزاف لدرجة كل شي سها فيها. وعجوزتي غير كتضحك وفرحانة، وكانت دايرة الحجاب ديالها وزايدها نور على نور. سلمات علينا والغيرة كتقتل فيا من الداخل من حيت جمالها ووالديها. هي عندها سندها، انا يتيمة. بغيت نغوت على احر من جهدي، بغيت نتف راسي وبغيت نهرب من هنا، راه ما نقدرش نشوفها معاه. هاد الكلمات كنت كنغوت بهم في الداخل ديالي. شفت راجلي لقيته كيهضر مع خوها، ومرة كيشوف فيها. متأكدة هي سحرته من اول نظرة. درنا الخطوبة ودازو بقاو كيوجدوا العرس، وانا قلبي كيتحرق وكيتقطع وعينيا ما نشفوش من الدموع نهائيا. حتى شي واحد ما حس بيا. وداروا العرس، وجات النهار اللي سكنت معانا في الدار. عمرها هضرت معايا سوا فاش كنت كنشوفها وكتشوفني، كتبتسم وبيناتنا السلام. حتى عجوزتي والويساتي كيبعدوها عليا وكيوصيوها ما توصلنيش. كنت كنسها في الابتسامة ديالها وديك الحفرة ديال الزين. ما قدرتش نتحمل نشوف راجلي مع وحدة تانية من غيري، جاتني صعيبة بزاف. وخصوصا هي كانت زوينة عليا فوق ما تصوروا. ومع الوقت لاحظت باللي راجلي ولا كيبقى عند مراته جديدة ديما، ولا كيبغيها بزاف. وانا كان ديما قلبي كيتحرق عليه، وكنشوف اكثر شخص بغيته في حياتي
كيضيع من يديا، أنا ما قادرة ندير والو. مور شي 3 شهور هنا سمعت أكبر خبر صدمني وما عرفتش باش خاصني نحس. عرفت باللي درتي حاملة وشفت الفرحة في عينين راجلي، شفتو فرحان بزاف حيت صافي غادي يولي أب من بعد سنين وهو محروم من ديك النعمة. باركت ليه وباركت ليها ومشيت لبيتي وسديت عليا وبقيت كنبكي بحرقة ونشوف الحلم ديالي باش نكون ما تحققش، الحلم باش نجيب لراجلي وليد ونكونوا فرحانين ما تحققش، وداكشي اللي حلمت بيه كامل جات وحدة أخرى ودات كل شي. قلبي بقات شاعلة فيه العافية، ما قدرش نصبر، عييت ما نصبر راسي أنا نشوف راجلي مع مرة تانية وكيف خايف عليها وكيف يتعامل معها وهي حاملة. تعقدت وتأزمت ودخلت في واحد الحالة خايبة ديال الاكتئاب وما لقيت معايا حد. راجلي مشطون مع مراته الجديدة وأنا نساني وما عندي لما نشكي حيت يتيمة. كنحس بقلبي غادي يسكت، الدنيا دارت بيا ما عرفتش شنو ندير، واش نطلق ولكن فين غادي نمشي، ما عندي حد ولا نصبر ولكن ما بقيتش قادرة نصبر. أنا كنبغي راجلي بزاف ولكن عييت. الخوت شنو ندير دابا، أنا حرت بزاف وكل يوم كنزيد نمرض ونتعذب. شنو ندير، عييت بزاف ما بقيتش قادرة نصبر، وليت كنغير بزاف كنغير منها حيت تمنيت لو كان كنت بلاصتها. انا بغيت غير نحس حتى انا بالحب والاهتمام وراجلي يبقى معايا. انا راجلي صبرت معاه بزاف وبغيته من كل قلبي وصبرت على بزاف حاجات على قبله، ضحيت بساعاتي على قبله باش نشوفه فرحان، هو معاها وفرحان، ولكن انا قلبي كيتقطع بالحزن. ما تصوروش شحال كنبغيه وشحال كنت كنتمنى ونحلم يكونوا عندي معاه الولاد. انا بغيت غير نحس حتى انا بالحب والاهتمام وراجلي يبقى معايا. انا راجلي صبرت معاه بزاف وبغيته من كل قلبي وصبرت على بزاف ديال الحاجات على قبله وضحيت بساعاتي على قبله باش نشوفه فرحان، هو معاها وفرحان، ولكن انا قلبي كيتقطع بالحزن. ما تصوروش شحال كنبغيه وشحال كنت كنتمنى ونحلم يكونوا عندي معاه الولاد اللي عمروا علينا وطول دوك السنين، وانا مازال كنتسنى ديك اللحظة تحقق، ولكن مع الاسف ما تحققاتش. وليت كنحس بواحد النقص كبير بزاف. شنو ندير، انا حرت وعييت بزاف، اغلى حاجة عندي في هاد الدنيا ضاعت من بين يديا. ما عرفتش واش نكمل معاه ونزيد نصبر ولا نطلق ونمشي في حالتي. ما عرفت ما ندير البنات، بغيتكم كلكم تنصحوني وتخليوا لي آراءكم في التعاليق. انا ما عنديش فين غادي نمشي وخفت غير نخرج من الدار ونتكرفس ونبقى نتلاوح وانا ما قدرش على الزنقة. أحبابي الكرام، شكرا لكم على حسن الاستماع، وبغيتكم كلكم تخليوا آراءكم في التعاليق، واللي وصل حتى لهنا يخلي معه واحد لايك، واللي أول مرة يشاهد القناة يضغط على زر الاشتراك باش يبقى يتوصل بكل ما هو جديد إن شاء الله. وخليتكم على خير يا أحلى متابعين، نتلاقاو في قصة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.